ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل البيتزا بطريقة سهلة ولذيذة جدا. مقادير البيتزا بتاعتنا: 3 أرغفة فينو، وعلبة تونة، فلفل ألوان، جبنة موتزاريلا، زيتون أخضر أو أسود، كوباية عصير طماطم وتوم، معلقة زبدة كبيرة، ملح وفلفل وزعتر، ونص كوباية لبن حليب، و3 بيضات، ومثلثين جبنة نستو. ومش محتاجة بقى لا فرن ولا محتاجة عجين، ولا العجينة تطلع حلوة أو وحشة ونتيجة حسب الحظ. محتاجين لعيش فينو، هنقطعه ترانشات بالمقاس ده كده، وكله يبقى قد بعضه. قطعنا ال3 أرغفة اللي معانا، هنحط بقى في الطاسة معلقة زبدة كبيرة سيحها كده، ونحط العيش جنب بعضه، وأي فراغات ما بين العيش قطعي حتت صغيرة وامليها بالشكل ده. في درق الخلاط نص كوباية لبن حليب مع 3 بيضات مع رشة ملح ورشة فلفل اسود، ومع مثلثين جبنة نستو اي نوع. اضربيهم كويس في الخلاط، وبعدين اسقي بيهم العيش بالطريقة دي. اسقيه بقى كله كده، ما يبقاش فيه حاجة منه مش متشربة. هنرفع الطاسة دي على نار هادية، النار ما تكونش عالية. هعمل هنا حبة صلصة توم ترانشات مع معلقتين زيت واقلبهم كويس. هنشوف بقى العيش بتاعنا كده، هنقلبه. احنا محتاجين اللون الذهبي الجميل ده، ما يبقاش اغمق من كده. هحط حبة زبدة في الطاسة وهنزل العيش تاني. هشوف بقى التوم بتاعي اخد لون ذهبي فاتح كده، هنزل كوباية صلصة طماطم ورشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة زعتر، واسيبه على النار شوية لحد ما يعمل البابلز بتاعته كده، يبقى استوى. هحط عليه التونة لما بتتحط مع صلصة البيتزا بالشكل ده بيبقى طعمها حلو قوي. انا هزين بالتونة، انت ممكن تغيري وتحطي اي حاجة سوسج، اي حاجة تعجبك. حطيت التونة كده، وحطيت معاها فلفل الوان، وحطيت زيتون اسود او حطي زيتون اخضر اللي يعجبك، ومعاها بقى ايه، جبنة موتزاريلا. وهنرفعه على النار، برضو النار تكون هادية، والمرة دي بقى غطيه علشان الجبنة تسيح من فوق. هنشوف بعد 5 دقايق بالظبط. شايفة اللون الذهبي بقى بتاعها من تحت كده، هنزلها خلاص. والجبنة ساحت وجميلة جدا، ما خدتش معانا وقت ومريحة جدا، ولا عجلنا ولا عملنا حاجة ولا فتحنا فرن. مفيش أسهل من كده، ومستوية كويس قوي من فوق ومن تحت، وهتعجب الولاد جدا. شايفة بقى، شايفة لونها جميل ازاي، وطعمها حلو قوي قوي. بألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي. عطر، واسيبه على النار شوية لحد ما يعمل البابلز بتاعته كده، يبقى استوى. هحط عليه التونة لما بتتحط مع صلصة البيتزا بالشكل ده بيبقى طعمها حلو قوي. انا هزين بالتونة، انت ممكن تغيري وتحطي اي حاجة سوسج، اي حاجة تعجبك. حطيت التونة كده، وحطيت معاها فلفل الوان، وحطيت زيتون اسود او حطي زيتون اخضر اللي يعجبك، ومعاها بقى ايه، جبنة موتزاريلا. وهنرفعه على النار، برضو النار تكون هادية، والمرة دي بقى غطيه علشان الجبنة تسيح من فوق. هنشوف بعد 5 دقايق بالظبط. شايفة اللون الذهبي بقى بتاعها من تحت كده، هنزلها خلاص. والجبنة ساحت وجميلة جدا، ما خدتش معانا وقت ومريحة جدا، ولا عجلنا ولا عملنا حاجة ولا فتحنا فرن. مفيش أسهل من كده، ومستوية كويس قوي من فوق ومن تحت، وهتعجب الولاد جدا. شايفة بقى، شايفة لونها جميل ازاي، وطعمها حلو قوي قوي. بألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.